في يوم بتصحى بنت اسمها تريز من النوم، واللي بتكون بايتة عند واحد صاحبها اسمه كارتر، وبتطلب هنا منه دواء الصداع لأنها مصدعة جدا. وبتلبس هدومها وبتخرج عشان تروح محاضراتها، وبتطلب منه كمان إن هو ما يحكيش حاجة من اللي حصلت امبارح لأي حد. بس بيدخل هنا صاحبه اللي بيبقى عارف كل حاجة، وبيتقابل واحد بيبص عليها بتركيز جدا، وكمان واحدة بتعمل استفتاء عن الاحتباس الحراري، وبيحصل إنذار العربية مركونة جنبها. وبتقابل صاحبها تيم، لكنها بتقوله إن هي مش معجبة بيه، وبتطلب منه إن هو يسيبها في حالها. وبترجع تاني لسكن الطلاب بتاعها، وبتحاول تدخل من غير ما اي حد يشوفها. وبتقابل صاحبتها اللي بتسألها كانت بايته فين امبارح، لكن تريس بتتوه وبتطلع على الاوضه بتاعتها وبتسلم على صاحبتها لوري. وبنشوف ان لوري بتحتفل معاها بعيد ميلادها بكب كيك صغير، بس بترميها تريس في الزباله، وده لانها ما كانتش بتحب اعياد الميلاد والاحتفالات بتاعتها. وبتروح على المحاضره بتاعتها واللي بتكون متاخره فيها. وبعد لما المحاضره بتخلص بتروح للدكتور بتاعها في المستشفى، واللي بنعرف اللي كان ما بينهم علاقه. وقبل ما يحصل اي حاجه بتيجي هنا مراته، وبتخرج تريس بهدوء من الاوضه بتاعته. وبالليل بتبقى تريس في الاوضه بتاعتها، وصاحبتها بتقول لها على الحفله اللي هتتعمل كمان شويه. والنور هنا بيقطع، بس بتنزل تريس عشان تروح الحفله وتتعرف على شخص جديد. وهنا وهي في طريقها بتسمع الرسائل اللي ابوها بعتها لها بمناسبه عيد ميلادها، بس بتنفض وبتكمل طريقها. وبتلاقي ممر غريب، وفي نص الممر ده بتلاقي لعبه بتطلع موسيقى عيد الميلاد، فبتعرف ان هو هزار من صحابها. فلما بتقرب من اللعبه دي بتلاقي ان حد واقف وراها ولابس قناع طفل، ولما بتكلمه تريز مش بيرد عليها، فبتخاف منه وبتقول له انها تطلب الشرطه، لكنه بيجري منها. ولما بتخرج تريز من النفق بتلاقيه تاني وراها وبتجري منه، لكنها بتتكعبل في الارض وبيروح قتلها. بس بتصحى هنا تريز تاني، وبتلاقي نفسها في اوضه كارتر والموبايل بيرن، وكل حاجه بتحصل تاني زي الحلم. وبتبقى فاكره ان هي شاربه حاجه ومش بتهتم. وبتصحى تريز وبتعرف مكان الدواء، وبيجي هنا صاحب كارتر تاني، وبتبدا تشك ان في حاجه غلط، لانها بتقابل الشخص الغريب اللي بيبص لها تاني. وبنشوف البنت بتاعت الاستفتاء، وكمان الشباب اللي بيلعبوا، وكمان انذار العربيه. لحد لما بتقابل تاني صاحبها تيم، وبتساله عن تاريخ النهارده، وبيقول لها ان النهارده لسه يوم 18. وبتدخل البيت بتاعها وبتقابل صاحبتها تاني، وبرضه بتقول لها نفس الكلام اللي اتقال لها في الحلم. وبتلاقي صاحبتها لوري اللي بتقول لها برضه كلام الحلم بالظبط، وبتجيب لها تاني الكب كيك عشان يحتفلوا بعيد ميلادها. فبتخرج وبتحاول تنسى اللي بيحصل. ولما بتروح للدكتور تاني عشان تتكلم معاه وتقول له انها بتحلم باللي بيحصل ده، بيهديها وبيقول لها ممكن يكون بيتهيألك من التعب. وبتيجي تاني مراته، وبالليل بنشوف فيديو في عيد ميلادها وهي صغيره، وبتدخل على صاحبتها تاني، والنور برضه بيقطع تاني. وهي في طريقها للحفله بتشوف تاني نفس اللعبه اللي في نص النفق، فبتقرر انها اللي ترجع للبيت بتاعها وتفكها من الحفله دي خالص. وبنشوف ان الباب بتاع
وبيقتلها. وبتصحى تريس تاني من النوم وبتقول لكارتر ان الخطة بتاعتك زي الزفت، لكن لما بتقوم بتشوف ان هي مش قادرة تقف لحد لما بتفقد الوعي، ولما بتفوق تاني بتلاقي نفسها في المستشفى وصاحبها كارتر قدامها، وبتعرف ان النهاردة لسه 18 في الشهر والنور بيقطع فجأة، ولما بيرجع بيلاقي الدكتور واقف وراهم وبيعرف تريز وبيقول لها ان هي عندها مشاكل في الرئة، واللي في حالتها دي كان زمانها ميتة من زمان، لكن بتطلب هنا تريز من الدكتور حاجة تشربها، ولما بيخرج بتقوم تريز وبتروح على المكتب الدكتور وبتلاقي القناع اللي بيلبسه المقنع، وبيجي هنا الدكتور تاني وبتبقى خايفة منه، فبتلاقي المقنع وراه وبيقتله، فبتعرف ان هو مش الدكتور، وبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد لما يوصلوا للجراج، وبتركب عربية الدكتور وبتخرج بره المستشفى، وهنا بنشوف ان الشرطة بتوقفها وبتطلب منه تريز ان الشرطة تقبض عليها، وده عشان تنقذ نفسها من المقنع، بس هنا بيطير الضابط وبنعرف ان اللي قتله هو المقنع، وبتتخبط العربية وتنك البنزين بيتكسر وبيقع منه البنزين، وبيرمي المقنع السيجارة والعربية بتنفجر، وبتصحى تريز تاني من النوم وبتشوف صاحبها كارتر وبتاخد كل الدواء بتاع الصداع وبتخرج بره اوضتها، وبيجي وراها كارتر وبيسألها عن سبب تصرفاتها الغريبة، وبتقول له انها بتحلم باليوم ده كل يوم، وبتقعد تحكي له حاجات هتحصل قدامه في الجامعة بالحرف، وبيتفاجئ كارتر وبيروح المطعم وبتبدأ تحكي له عن اللي بيحصل، وبتشوف في الاخبار ان في قاتل متسلسل بيتعالج في المستشفى اللي فيها الدكتور بتاعها، وبتعرف ان ده المقنع، وبتروح المستشفى بسرعة وبتسأل الممرضة عن مكان المقنع، وبتروح الأوضة بتاعته ومعاها فاس، لكنها مش بتاخد بالها ان هو اصلا واقف وراها، وبتلاقي هنا الضابط اللي معاه ميت وبيضرب المقنع عليها نار، لكنها بتجري منه وبيقتل الممرضة، وبتعرف ان المقنع هو القاتل المتسلسل اللي كان في الاخبار، وقبل ما يقتلها بيجي هنا كارتر وبيلحقها، لكنه بيقدر المقنع ان هو يقتله، وبيفضل يجري وراها لكنها بتقدر تضربه، وهنا بتعرف تريز انها لو قتلت المقنع مش هتشوف كارتر تاني، فبتروح وتشنق نفسها عشان تقدر تعيد اليوم ده، وبتصحى تلاقي كارتر قدامها تاني وبتشكره ان هو انقذ حياتها، بس بيبقى كارتر مش فاهم اي حاجة، وبتخرج تريز تاني وبتبقى مبسوطة انها تعرف تحل مشكلتها، وبتهزر مع اللي بيبص لها، وبتمضي للبنت بتاعة الاستفتاء، وبتحط كمان مخدة للشاب اللي بيقع، وبتقول لتيم ان هو شاذ ومش محتاجة في حاجة ويروح يشوف صاحبه، وبتروح لصاحبتها لوري وبتاخد منها الكب كيك، وبتروح المستشفى وبتنهي علاقتها مع الدكتور، وبتقول له ان مراتك بتحبك قوي واهتم بيها، وبتقابل كمان ابوها اللي بقالها فترة مش بتروح له، وبتعتذر له عن الفترة اللي فاتت، وبالليل بتروح تاخد من الضابط المسدس بتاعه وبتدخل الأوضة بتاعة القاتل، ولما بتيجي تقتله بتنسى زرار الأمان وبيضربها هنا المقنع، لكنها بتبقى ظابطة الوقت مع انقطاع الكهرباء، ولما بيرجع النور بتاخد منه المسدس وبتقتله، وبترجع فرحانة جدا وبتحتفل مع صاحبها كارتر، وبتتمنى هنا ان هي تصحى على يوم جديد، وتاني يوم بتلاقي تريز انها لسه في نفس اليوم، وبتعرف ان في حاجه غلط وبتبقى هتتجنن، وبتروح لصاحبتها تاني وبنلاقيها ان هي بتديها الكب كيك، وبتعرف تريز ان هي ماتت وهي نايمه، وده معناه ان هي ماتت وهي مسممه، وان لوري هي صاحبتها هي اللي استعانت بالقاتل اللي في المستشفى عشان يقتلها، ولما هربت منه هي سممتها، ولما بتعرفها ان هي هتبلغ الشرطه بتقول لها ان هي كانت عاوزه تموتها لان الدكتور بيحبها هي ومش بيحبنا انا، وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبتضرب الكيك في بقها وبتزقها تريز وبتقع لوري من الشباك وبتموت، وبكده تقدر تريز تعيش حياتها تاني من جديد. وبيخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.